هنتكلم في الفصل الثامن على حاجه اسمها اشباه موصلات. ايه اشباه الموصلات؟ شبه الموصل دوت اولا يعني ايه الماده الموصله وايه الماده اللي شبه موصله وايه الماده العازله. الماده الموصله هي ماده عندها حاملات شحنات، عندها الكترونات او عندها فجوات. ايه الالكترون؟ انتوا عارفين طبعا شكله، لكن الماده الموصله بيكون عندها في المدار الاخير الكترون او اثنين او ثلاثه، وفي الحاله ديت هي بتميل لفقدهم فبتسيب لي الالكترونات حره زي النحاس كده، فتبقى ماده موصله اوريدي مالهاش اي علاقه باي حاجه. عندها حاجه اسمها توصيليه وحاجه اسمها مقاومه نوعيه. يعني ايه مقاومه موصل ويعني ايه توصيليه موصل؟ مقاومه موصل اللي هي الذرات بتهتز فبتحتك بالالكترونات، فبتعمل احتكاك بينها وبين الالكترونات، فبتخلي في حراره، بتخلي في فقد طاقه. ده كل ما زود الحراره اهتزاز الذرات بيزيد، فالمقاومه او الاحتكاك بيزداد، فالمقاومه بتزداد. اوكي؟ طيب لكن شبه الموصل، سيبك من شبه الموصل دلوقتي. التوصيليه، يعني ايه توصيليه؟ الماده الموصله هي ماده ما عندهاش مقاومه، يعني المقاومه بالنسبه لها لطيفه فبتوصل بطريقه اسرع، عشان كده دايما تلاقي ان المقاومه عكس الايه؟ التوصيليه. ده في الموصل. الموصل اصلا اوريدي عنده حامل شحنه، عنده الكترونات موجوده فعليا. امال بقى حوار شبه الموصل؟ شبه الموصل هي ماده توصل في ظروف وعازله في ظروف. عندها او هي بتتكون من بلوره الموصل من الشكل ده كده، دي بلوره السيليكون. كمثال عندكم السيليكون والجرمانيوم. عنده كل ذره فيهم ذره رباعيه. انا قلت الموصلات عندها واحد او اثنين او ثلاثه. الذره المواد العازله عندها 5 او 6 او 7، لكن الماده شبه الموصله عندها في المدار الاخير 4، فهي محتاجه 4 عشان تكتمل، فهي ما بتفقدهمش وما بتكتسبش، بتشارك بيهم، بتعمل روابط تساهميه مشاركه. اتفقنا؟ طيب الفكره بقى ان كل رابطه عندها كام الكترون؟ الكترونين، الكترون من عندي والكترون من عندك، وكل ذره سيليكون عندها 4 روابط. في حاله درجه الصفر كلفن اللي هي درجه مش موجوده، احنا ما نوصلهاش، بس درجه الصفر المطلق او صفر كلفن، او بنسميها 273 تحت الصفر اللي هي سالب 273 سيليزيوس. اوكي؟ في الحاله ديت كل الروابط ملتئمه، كلها ملتحمه، فما يكون كل رابط ملتئمه ما عندكش ولا الكترون حر ولا فجوه. ايه حوار الفجوه ده؟ حوار الفجوه ده اما في رابطه بتتكسر بالكترون بيسيب مكانه، يعني في رابطه لو كسرنا دي في الكترون بيسيب مكانه، ويسيب مكانه هولز او فجوه موجبه. اللي بيشيل التيار بقى او بيحمل التيار او بيوصل التيار الاثنين، الالكترون والفجوه. الاثنين دول لو حد فيهم موجود او الاثنين موجودين الماده دي بتوصل كهرباء، لكن لو مش موجودين الماده دي ما بتوصلش كهرباء. اتفقنا على النقطه دي؟ اوكي. لكن اللي بيخلي عندي بقى الكترون او فجوه ان انا اكسر روابط. طب ايه اللي بيكسر روابط عندي؟ الحراره. طب لو انا بردتها وصلتها صفر كلفن او سالب 273 سيلسيوس تصبح البلوره عازله تماما، ما بتوصلش اصلا. ليه؟ لان كل الروابط ملتئمه. اتفقنا النقطه دي؟ كويس. طب بزياده الحراره انا عاوز ازود التوصيليه، عشان تزود التوصيليه تزود حاجتين. تزود مين؟ تزود حاملات الشحنات. يبقى المواد الموصله هي مواد تحتوي على حامل شحنه ان او بي اللي هي الكترونات وايه؟ وفجوات. اشباه الموصلات هي مواد موصله في ظروف وعازله في ظروف. بتكون عازله تماما عند صفر ايه؟ كلفن، لان كل رابط مكتمله، لان كل رابط ايه؟ مكتمله. طيب لما ازود الحراره بتعمل ايه؟ بتكسر الرابطه، فلما تكسر الرابطه تزود عندي ان وبي، الكترون وبوزيتيف، اللي هو نيجاتيف وبوزيتيف بنفس المقدار بالظبط. ما كل الكترون وله فجوه بيزيدوا مع بعض، فبتزود عندي كده التوصيليه. يبقى زياده الحراره بتزود حاملات الشحنه. بس هل فعلا كل ما ازود الحراره الروابط بتنكسر اكتر؟ قال لي ايوه، كل ما بترفع الحراره بتقعد تكسر اكتر، فالتوصيليه ايه؟ بتعلى. فخلي بالك بقى النقطه دي مهمه قوي. يعني ايه ماده موصله ويعني ايه ماده عازله؟ احنا قلنا يعني ايه مقاومه نوعيه ويعني ايه توصيليه كهربائيه؟ قلنا المقاومه اللي هي الماده ما بتقاومش. طب الماده دي لو عندها حامل شحنه هتوصل مش هتوصل؟ هتوصل. لو عندها حامل شحنه هتوصل. عشان كده اشباه الموصلات لما اسخنها بتكسر اكتر، فبتزود لي ان وبي، فالتوصيليه بتعلى والمقاومه بتقل. ما التوصيليه عكس المقاومه، خدناها في اول الكلام صح؟ التوصيليه عكس المقاومه، فانا اما بسخن الماده بتزود عندي الان والايه؟ والبي، فبتزود توصيليه فبتقلل مقاومه. الكلام ده عكس الموصل. الموصل لما بزود الحراره بزود الاهتزاز فبزود الاحتكاك فبزود المقاومه فبقلل التوصيليه. ده حاجه وده حاجه. الموصل زي البلاتين والنحاس، لكن شبه الموصل زي السيليكون والجرمانيوم دول بسخنهم بيزودوا عندي الروابط. بس الفكره كلها في البلوره النقيه بتكون الاثنين قد بعض. احنا عارفين النقطه ديت ان كل الكترون له فجوه.
وهو كده يجي منين طبعا؟ وهي نقيه. ليه حوار نقيه؟ لان لسه هاخد حاجه اسمها بلوره مطعمه او بلوره غير نقيه، بس مش وقته دلوقتي هنكمل النقيه. في حاجه عندي اسمها اتزان ديناميكي حراري، وهو تساوي عدد الروابط المكسوره مع عدد الروابط الملتئمه. بمعنى بيقول لك سؤال علل، وسؤال مهم جدا، مش بيجي يعلل ليك ولا بيجي يختار. بيقول لك البالون شبه الموصل بتكون السيليكون لا يتأين او لا يصبح ايون رغم انه فقط الكترون. يعني لما كسرت الرابطه دي المفروض ان دي ذره فقدت الكترون، صح؟ فتحول لايون. فبيقول لك ليه السيليكونيه دي ما بقتش ايون رغم انها فقدت الكترون؟ قال لي بص، لانها سرعان ما تقتنص الكترون من اي سيليكون تاني، ما بتلحقش تبقى ايون. طيب بمعنى ان ممكن مثلا ناخد المثال بسيط، انك مثلا ماسكه طبق ساخن، طبق سخن، فالطبق السخن ده لو مسكته بايدك الاثنين هتسيح وتقع، صح؟ لكن فكره في بقى طريقه حلوه، امسك كده شويه وكده شويه، كده شويه وكده شويه، صح؟ ده اللي بيحصل. ان انا لو كسرت رابطه على طول وسبتها مكانها مكسوره، البلوره هتفكك. لكن لو كسرت رابطه وقبل ما تحس انها متكسره تبدا تلتحم في حته ثانيه. فهمتوا الفكره؟ فقال لي الكسره دي ما بتنكسر، ما بتوقفش مكانها، بتلتحم في حته ثانيه. فبيقول لي لا تتعين ليه؟ لانها سرعان ما تقتنص، فالفجوه حركتها عشوائيه في البلوره، تتحرك بسرعه عشوائيه لان الكسر والالتئام بيحصل ورا بعضه. عشان كده عندي حاجه اسمها اتزان ديناميكي حراري. ماشي؟ ايه اتزان ديناميكي حراري؟ هو تساوي عدد المكسور مع عدد الملتئم. يعني مثلا لو عندي 10 روابط مكسوره هيتدنوا عندي 10 الكترونات و10 فجوات، لا هيزيدوا ولا هيقلوا. ولكن لو انا ما بيزيدوش بيقلوا، بس الفكره ان 10 روابط دول بيلتئموا وغيرهم بينكسر في نفس الثانيه. الدايود او الوصله الثنائيه. ايه بقى حوار الدايود او الوصله الثنائيه؟ دي حوار ان انا بجيب بلوره من نوع ان تايب وبلوره من نوع بي تايب والحمهم مع بعض. الفكره ان البلورتين متعادلين كهربيا، يعني الان متعادله والبي متعادله زي ما شفنا قبل كده. ماشي؟ اول ما الحمهم مع بعض بينشا عندي 3 خطوات، ركز فيهم. اول خطوه بيحصل عندي حاجه اسمها انتشار الشحنه او اسمه تيار الانتشار. تيار الانتشار هو حركه البي اللي هي الفجوات من البي للان عادي جدا، وحركه الالكترونات من ان للبي برضو عادي جدا. اتفقنا؟ طيب بسبب الحركه دي هي البالونه بي متعادله، فمجالها ان بقت سالبه، والبالونه ان متعادله مجالها بي بقت موجبه. فالبالونه ان بتكتسب جهد موجب والبالونه بي بتكتسب جهد سالب، فتنشا منطقه في الوسط اسمها منطقه قاحله او جهد حاجز. جهد الحاجز ده بينشا عنه منطقه قاحله. حلو؟ يبقى اول ما بلحمهم مع بعض بينشا عندي تيار انتشار، هو حركه البي من بي الى ان وحركه الان من ان الى بي، يسبب تيار انتشار وجود مجال داخلي. مجال داخلي اللي هو موجب وسالب. اوكي؟ موجب وسالب. معنى كلمه مجال داخلي هو هبوط في جهد البالونه بي، هبوط في الجهد يعني سالب، وارتفاع في جهد البالونه ان يعني موجب، ان بتكتسب جهد موجب. ويتكون بعد الجهد المجال الداخلي ده حاجه اسمها جهد ايه؟ حاجز. يتكون بسبب ايه؟ جهد حاجز. ينشا عنه يعني الجهد الحاجز ده حاجتين. اول حاجه منطقه فاصله او قاحله، ودي منطقه خاليه من حامل الشحنه، منطقه عازله، المنطقه اللي في الوسط دي. اتفقنا؟ وينشا عنه تيار حاجه. اول حاجه ينشا عنه منطقه قاحله، هي منطقه خاليه من حامله الشحنه تحتوي على ايونات فقط. وينشا عنه تيار الانسياب اللي هو اتجاهه عكس تيار الايه؟ انتشار. يعني ينشا عن جهد الحاجز حاجتين، منطقه قاحله وتيار الايه؟ انسياب، بيكون اتجاهه عكس تيار الانتشار. يعني حركه هو عباره عن حركه البي من ان الى بي وحركه الان من بي الى ان، عكس الانتشار يعني. طيب كده خلصنا شكل الوصله الثنائيه. استخدامها بتستخدم كحاجتين، اول حاجه مفتاح مفتوح او مغلق، ودي على حسب توصيلها امامي او عكسي. الامامي هو ان انا بضعف الحاجه اللي سببت وجود الايه؟ العزل ده اللي هي منطقه قاحله دي، بضعفها، اللي هو بضعف الجهد الداخلي، فبخلي يكون الجهد الخارجي اللي البطاريه اللي بوصلها عكس الجهد الداخلي، عكس الجهد الحاجز، فيضعفه يعني يزق عليه. بص كده هتلاقي هنا البالوره بي عندها جهد سالب، والبالوره هنا عندها جهد ايه؟ موجب، فبوصل بطاريه موجب مع السالب جوه ده، السالب اللي جوه ده. اوكي؟ وبوصل سالب اللي هو جهد سالب مع الموجب، يبقى اوصل موجب مع السالب وسالب مع الموجب، فيضعف المنطقه القاحله، بيزق عليها كده. اتجاه السهم ده مهم، بيزق عليها فيمر تيار. او ممكن طريقه ثانيه بصمجه شويه، ان انت بتمشي التيار بيلاقي سهم فبيمشي معاه عادي جدا،
لكن لو لقى حيطه سد ما بيمشيش. عامه هو مقدمه السهم دي البي، والحيطه ديت اللي هي الان. ماشي، يعني توصيل القطب الموجب مع البي ده امامي، توصيل القطب السالب مع الان ده امامي برضه. اتفقنا؟ ده امامي برضه. طيب التوصيل العكسي اكيد عكس اللي هناك، بوصل الجهد الداخلي مع الخارجي مع الجهد الداخلي فيقويه. ما هو الجهد الداخلي ده هو اللي هيخلي في منطقه قاحله. يعني الجهد الخارجي اللي هو البطاريه عندها قطب سالب مع السالب ده وموجب مع الموجب ده، فيقوي المنطقه القاحله، توسع شويه فتمنع مرور التيار، تبقى مقاومتها ما لا نهايه. امال دي مقاومتها بكام؟ قال لي على حسب ما بيقول لك في المساله، ممكن مقاومته بصفر في التوصيل الامامي، مقاومتها مهمله اللي هي صفر يعني كان سلك فاضي، او مقاومتها قيمه عاديه وعندها حاجه اسمها جهد حاجز. خلي بالك ان انت لازم تتغلب على الجهد الحاجز ده، بيكون مثلا بيساوي 7/10 في السيليكون و3/10 في الجرمانيوم. اوكي، فلو انت عندك بطاريه 1.7 فولت، ف1.7 فولت دول هستهلك منهم 7/10 عشان اعدي على الجهد الحاجز ده، ويمر في البطاريه ايه او في الدايره واحد بس فولت، يعني اللي بيمشي التيار في الدايره 1 فولت، يعني بينطرح غصب عني. اتفقنا؟ طيب في رسمه مهمه قوي علاقه بين الاي والفي، هي رسمه بصمجه ما تفكرش جت منين. بدايه كده بيبدا يمر تيار من اول الجهد الحاجز، طبعا هو خط طالع مش خط ماشي كده، هو خط طالع على طول، خط مستقيم لفوق، منين مالكش دعوه، هي لطيفه كده. ده اول استخدام بتستخدم كمفتاح. اتفقنا؟ في الامامي والعكسي. طبعا هنا بص بتلاقي السهم طالع بره اهو، طالع بره، او ان الموجب التيار لقى حيطه سد ما بيعديش. الاثنين دول لازم تعرفوه. وطبعا المسائل هنا زي الفصل الاول، المسائل زي الفصل الاول بالظبط، تولي وتوازي وتجزئه التيار والدنيا زي الفل الاول. تاني حاجه عندي التقويم، توصل في تقويم التيار المتردد. التيار المتردد هو تيار طالع نازل، ده تيار المصدر. اوكي، بس الفكره انها بتوصل في الاتجاه ده بس. كلمه نص دوره ان انا هبدا من هنا واروح وارجع هنا تاني، كده نص دوره، وبعد كده ارجع تاني كده دوره كامله. فالنص دوره الاولاني همشي من هنا كده، هيمشي عادي لانه ماشي على السهم، فيمشي النص الاولاني. النص الثاني مش هيمشي عشان يلاقي حته سد، فمش هيمشي. وبعد كده النص الاولاني هيمشي والثاني مش هيمشي، مش هيمشي. اسمه تقويم نصف موجي. نصف موجي ان انا مشيت نص الموجات بس. وخلي بالك في تريكه مهمه قوي شفتها في امتحان تجريبي، ان الاي افكتيف في الحاله الدايره دي اللي هو نصف موجي بيساوي اي ماكس على 2 مش على جذر 2. ليه؟ مالكش دعوه، ليها استنتاج احفظه كده. دي تريكه مهمه قوي جديده. طيب في تكوين موجي كامل وانا بستخدم فيه اكتر من دايود، يعني هناك استخدمت دايود واحد، انا هستخدم فيه اكتر من دايود او بسميها قنطره. فانت بتوصف التيار بيمشي في المقاومه. هنمشي اول حاجه نص الدوره الاولاني هيمشي كده، يمشي في السهم ده كده، يعني هيمشي على المقاومه دي في النص ده، دي مقاومه واحد، وهيقوم طالع هيلاقي نصين، هيلاقي اتجاهين، مش هيمشي في اتجاه طبعا ده، هيمشي في اتجاه النون الثاني، هيمشي كده عادي. طبعا هيلاقي حيطه سد فيمشي في المقاومه في الاتجاه ده، بعد كده هيخش هنا تاني عادي، وبعد كده هيكمل نص الدوره بتاعته. دي كده اول نص دوره. نص الدوره الثاني هبدا اطلع من فوق، همشي كده، هيلاقي حيطه سد وهيلاقي سهم، هيمشي مع السهم كده، هيلاقي حيطه سد وهيلاقي مقاومه هيمشي معاها كده، وبعد كده هيكمل هنا كده وهيكمل في الاتجاه المعاكس. يبقى المقاومه دي مشي عندها في الاتجاه المعاكس، يعني المقاومه الواحد مشي عادي متردد،